بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج الكرة مع العشري. مبروك لنادي الزمالك الفوز بنتيجة 4-0 على الاتحاد المونستيري التونسي في البطولة العربية، في أول مباراة لنادي الزمالك في هذه البطولة هذا العام في مدينة الجميلة مدينة الطائف، في أرض الله الحرام الأرض السعودية، في مدينة الطائف المدينة الساحلية في السعودية. الزمالك أول مباراة له أمام الاتحاد المونستيري التونسي، معاه الشباب السعودي والنصر السعودي. اخر مباراه ان شاء الله هتكون مع النصر السعودي، مباراه يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 6 مع الشباب السعودي، ثم مباراه يوم الخميس ان شاء الله الساعه 6 مع النصر السعودي. طبعا كريستيانو قدام شيكابالا وزيزو، والنهارده شفنا شيكا وزيزو ابدعوا ازاي، شفنا شيكا بيدي لزيزو يجيب جون ازاي، شفنا زيزو امتعنا وابدعنا في الملعب ازاي، شفنا نيمار المصري وليس نيمار البرازيلي هو بيجيب الجونين وضاع منه الجون الهاتريك. مبروك بجد نادي الزمالك الفوز على الاتحاد المونستيري التونسي بنتيجة 4-0. هذا هو الزمالك العظيم، واحضروا لنا النصر السعودي الآن. هذا هو الزمالك العظيم، واحضروا لنا النصر السعودي الآن. هو ده نادي الزمالك، وهو دي طريقة لعب نادي الزمالك. وبالفعل معانا مدرب عظيم اسمه أوسوريو، معانا مدرب عظيم اسمه أوسوريو، ويا ريت نحافظ عليه. ده مع شويه لعيبه احنا كنا بنهاجمها قبل كده، عمل منهم لعيبه كويسه في ارض الملعب. ودلوقتي وكل زملكاوي ضد او مع، احنا لازم ندعم الفرقه حتى نهايه البطوله، لحد ما نشوف الزمالك هيوصل لفين في البطوله، وان شاء الله باذن الله ليه لا نبقى ابطال البطوله. الزمالك فريق كبير، الزمالك اسم عظيم. اسمعوا المعلق وانتوا هتعرفوا، اسمعوا المعلق وانتوا تعرفوا يعني ايه زمالك، اسمعوا المعلق ويعني تعرفوا يعني ايه تاريخ نادي الزمالك، يعني ايه مين ابو رجيله، مين حسن شحاته، مين حازم امام، من التاريخ ده كله. هو ده نادي الزمالك، نادي التاريخ، نادي العظيم، احسن فريق في افريقيا، نادي القرن الافريقي. هو ده نادي الزمالك العظيم. وشفنا العظمه والمتعه. المدرسه فتحت في السعوديه، مدرسه الفن والهندسه فتحت في السعوديه من لاعبي وعظيمي نادي الزمالك، شيكا، زيزو، نيمار. وشفنا دونجا النهارده في نص الملعب كان كويس، شفنا صبحي اللي تألق في اخر 10 دقايق وكان قاطع ميه ونور عليهم، شفنا النهارده عبد الغني، عبد المجيد، احمد ابو الفتوح، حمزه المسلوسي، نضاي اللي ان شاء الله يا رب ما يكونش اصابته لها تاثير على نادي الزمالك. مش عايز اكون نسيت اي لاعب، شفنا دونجا، شفنا معظم لاعب، شفنا سيف الدين الجزيري والهدف الاول. مش عايزين ننسى اي لاعب نادي الزمالك، احنا كلنا واقفين في ظهركم، كلنا داعمين ليكم. شفنا الالتراس وايت نايتس العظيم اللي سافر من مصر للسعوديه عشان يحضر المباراه وينزل الفرقه بتاعته، وشفنا الهتافات والعبارات اللي بظهر نادي الزمالك. وطبعا كان في رساله موجهه للاخت ايمان عاشور، طبعا في المباراه لازم تتوجه له رساله، اللي طبعا احنا مش عارفين هو راح يلعب ولا راح يرقص في، ما علينا. ولكن الاهم ان شاء الله الزمالك فاز اول مباراه. طريقه لعب اوسوريو اللي كانت النهارده 3-4-3، الخطه المثاليه واللي بيعتمد عليها اوسوريو في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك. اوسوريو قدر يمسك الاتحاد المونستيري في نص ملعبه معظم اوقات المباراه، وبالاخص الشوط الاول. الاتحاد المونستيري بدا يشم نفس الشوط الثاني بعد ما عمل تبديلات، وبعد ما طبعا اوسوريو خرج شيكا وزيزو طبعا، وخرج نبيل دونجا في نص الملعب، والهجوم الشق الهجومي بتاعك بدا يقل. طبعا عندنا لاعب جامد قوي اسمه ايشو، شفناه لما نزل، عندنا نيمار طبعا لما نزل، عندنا السيسي لما نزل، عندنا روى لما نزل، عندنا لعيب كتير، عندنا ناصر منسي لما نزل، عندنا لعيبه ان شاء الله نقدر نحقق بيها امال. طبعا وجود لاعب زي احمد زكي، لاعب المعار من اللي كان في نادي زد، ان شاء الله يفرق معانا لو اوسوريو قرر يلعبه. عندنا اوباما ان شاء الله لو لعب، عندنا باذن الله حمد علاء لو اوسوريو قرر انه يدخله القايمه. كل ده احنا واقفين في ظهر المدرب واللعيبه، ايا كان مين بيلعب، ايا كان مين قاعد على الدكه، احنا في ظهرهم ان شاء الله لحد ما ناخد البطوله. هو ده نادي الزمالك، وكلنا واقفين في ظهر نادي الزمالك. عاش الزمالك، وعاش والله حب في قلوبنا. احضروا لنا النصر السعودي الان. فهذا هو نادي الزمالك العظيم، شئت ام ابيت، نادي الزمالك فوق اي حد، وتاريخه بعظمته بلعبته بالاسطوره بتاعته شيكابالا، واللاعب العالمي العظيم احمد سيد زيزو. هو ده نادي الزمالك. ان شاء الله عندنا مباراه الشباب السعودي يوم الاثنين، في كمان شويه الشباب والنصر باذن الله، النصر بالفريق الثاني، لكن النصر السعودي هيلعب بالفريق الكامل بتاعه قدام نادي الزمالك بكريستيانو وكامل نجومه. ولكن النصر النهارده هيلعب بالفريق الثاني هو، والمباراه القادمه امام الاتحاد المونستيري. عاش نادي الزمالك، وعاش والله حب في قلوبنا. الى اللقاء، داعمين لكم فوق اي ارض وتحت اي سماء. نادي الزمالك العظيم، عاش الزمالك، وعاش والله حب في قلوبنا.
وان شاء الله ابطال البطوله العربيه. النهارده كسبنا 4-0 وخدنا 3 نقط. نضرب تعظيم سلام للجزيري، نضرب تعظيم سلام لاحمد سيد زيزو، ونضرب تعظيم سلام لنيمار. والاكثر ان نقف له احتراما وتقديرا هو العظيم محمود عبد الرازق حسن فضل الله شيكابالا بالاسيستات والمتعه. على راي المعلق العظيم 37 سنه ولسه بتمتعنا يا شيكا. وبالمناسبه شيكابالا، انا حزين جدا على اعتزال الكابتن محمد عبد الشافي، اللاعب المحترم الخلوق اللي بجد هنخسره كلاعب في ارضيه الملعب وكواحد اخلاق في نادي الزمالك. واتمنى من اداره نادي الزمالك تكريمه وتعيينه في اي منصب داخل نادي الزمالك ليكون موجود معانا طول الوقت. الى اللقاء في برنامج جديد القائم العشري. هو ده نادي الزمالك. اوه يا زمالك.